النهارده هنعمل مع بعض كريب المحلات بعجينة خطيرة بتكات وأسرار عندي أنا بس. يلا بقى من غير ما أطول عليكم خشوا شوفوا الفيديو ويلا نشوف عملنا الكريب الفظيع ده ازاي. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركي في القناة. يلا بينا على طول نقول مقاديرنا ونسمي بسم الله. بعد ما نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل عجينة الكريب بتاعتنا محتاجين كمية من السوائل. هي عبارة عن 3 كوبايات وربع من المية وعليهم كوباية حليب. عايزة تعملي الخليط كله حليب براحتك، عايزة تعمليه كله مية برضو براحتك. بنزل فيها في الطبق كده. هنزل على الخليط السائل ببيضة، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الخل، طرف صغير كده فلفل اسود، معلقه صغيره من السكر. ونسيت اقول لكم يا جماعه ان خليط السوائل عندي دافي. هقلب الكلام ده كده مع بعضه. هنزل عندي ب3 معالق كبار من الزيت وادي التالتة. هقلب الكلام ده كده مع بعضه. والنكهه الزياده دي من عندي نقطه صغيره من الفانيليا. الفانيليا دي هتداري على ريحه البيض عندي. نيجي لكميه الدقيق عندي عباره عن 3 كوبايات وربع من الدقيق. الدقيق متعدد الاستخدامات يا جماعة. في عجينة الكريب الدقيق بيقل عن المية كوباية، يعني أنا عاملة هنا 4 كوبايات وربع من السوائل عليهم 3 كوبايات وربع من الدقيق. هنزل بكمية الدقيق عندي. بعد ما خلطت المكونات كده مع بعضها وضربتها، هي مش مستاهله لا خلاط ولا هاند بلندر، ضربتها بالمضرب بس كده يا دوب. هجيب الخليط ده هصفيه في مصفى. صفيت الخليط عندي بقى بالقوام اللي انت شايفاه ده تحفه. هسيبه بس هركنه على جنب، هغطيه واسيبه يهدى بس حوالي 5 دقايق على ما نجهز الطاسه. هفضي عندي الخليط في كوبايه ليها بوز زي كده عشان أنا يعني تسهل عليا ان انا بنزل العجينه في الطاسه. عندي طاسه الكريب اهي، وهحط عليها نقطه زيت كده وهمسحها كويس بالمنديل. هبتدي اشغل النار على اقل درجه حراره وهنزل كميه من الكريب وافردها في الطاسه. ودي شكل العجينه بتاعتي بعد ما فردتها في الطاسه. مش هقرب لها دلوقتي. اول ما الاقي الحراف عندي لمت هبتدي يعني احركها كده بشويش. ودي شكل الرقاقه بتاعتي بدات تلم من الحراف. بص يا حبايب قلبي بدات تتحرك معايا. ههدي عليها النار كده عشان تاخد لون حلو من تحت. بصوا ما شاء الله قلبتها على الوش التاني. بصوا الجمال. برجعها تاني اسويها تسويه كامله وش وظهر على طول كده في دقايق كده وش وظهر. بعد كل رقاقه والتانيه بمسح الطاسه عندي بالزيت واصب الرقاقه بالشكل اللي انت شايفاه ده. دي شكل عجينه الكريب بتاعتنا بعد ما استوت. خطيره يا جماعه. خلوها تبرد واحفظوها في الفريزر وطلعوها قبل التسويه على طول قبل الحشو. الحشو ده راجع ليكم انتوا. تمام. بس عملت لكم عجينه الكريب بمقادير على الشعره وتكات خطيره. امشي على الطريقه وانت مش هتندمي. ما تنسوش تجربوها على طريقتي، وما تنسوش لو عجبتكم كومنت كبير لينا كده يحمسنا ويخلينا نكمل. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.